رسميا انطلقت الحرب بين الرابر المغربي بيبي جانج والرابر الجزائري ديدين. بدأت القصة عندما قام بيبي جانج بتنزيل أغنية ماكرو مافيا في السنة الفارطة، وقال فيها ليرد الرابر ديدين بأغنية أثينا ويقول فيها لتتحول اليوم القصة لحرب عصابات وقيام ديدين بعملية اختطاف لشاب قيل أنه صديق الرابر بيبي جانج. الملاحظة السيئة أن البيف خرج عن إطار الراب وأصبح ساحة لهتك الأعراض وشتم العائلات. نتمنى أن يرينا الطرفين مهارتهما في هذا المجال والاكتفاء فقط بإنتاج الأغاني ليبقى الجمهور فيصلا بينهما ويميز من كان الأقوى. ولكن شوف، ما تجيش بوحدك، جيب معك عصابة خويا، ثق فيا، غنحقق.